ناس كتير فاكره ان المكرونه البولونيز هي مجرد ريد صوص باستا عليها شويه لحمه مفرومه، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. شويه تكنيكس كده وخطوات بسيطه هتطلع معاكم احلى طبق بولونيز ما اكلتوش في حياتكم في مطعم قبل كده. هنحضر الاول الراجو، وده الصوص الاساسي بتاع البولونيز. حطيت زيت واستنيت لحد ما يسخن، نزلت بصل وجزر متقطعين مكعبات صغيره، ولو في كرفس فرنساوي هيبقى حلو قوي. حطيت كمان معلقه صغيره من الثوم المفروم، وقلبت بقى كل الكلام ده مع بعض كويس قوي لحد ما دبل كده ولونهم بدا يصفر. بعد كده حطيت نص كيلو من اللحمه المفرومه، شوحتهم كده الاول مع بعض على جنب، وبعد كده اول ما بدا لونهم يتغير ويخش في السوا دخلت بقى كل الكلام ده مع بعضه. والتوابل بتاعتي بسيطه قوي، حطيت ملح وفلفل اسود، شويه زعتر او اوريجانو، كمان ورقتين لورا، وزودت بقى الطعم بشويه كده من مرقه الخضار الفوريه. حطيت 3 معالق كبار من الصلصه، عليهم بقى عصير عنب، لان المفروض البولونيز بتتعمل بالريد واين، بس طبعا انا مش هحط ريد واين، فحطيت بداله عصير عنب وشويه خل. حطيت كمان عصير طماطم وميه، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي. وهنسيبه بقى على نار هاديه من ساعه ل4 ساعات. كل ما بيقعد اكتر كل ما الصوص يتداخل كده والخضار يختفي واللحمه تدوب خالص كده ويبقى صوص واحد متجانس. كل فتره كده بنروح بس نقلبه ونشوفه كده، لو محتاج ميه بنزود له. تقدروا كمان تعملوه بكميه وتحطوها في الفريزر، وقت الاستخدام تطلعوها وتحطوا عليها المكرونه المسلوقه، وتقلبوا بقى كل الكلام ده مع بعضه. ودوقوا بقى احلى بولونيز في الدنيا، بجد هتعجبكم قوي، لازم تجربوها.